كلنا في حياتنا مرينا بلحظات شك. ممكن تكون واقف قدام المرايه ومش عاجبك شكلك، او جواك صوت بيقول لك انت مش قد كده. ممكن كمان تكون في شغلك او دراستك وتحس ان غيرك احسن منك، فتبدا بقى تقارن وتقلل من نفسك. الموضوع ده طبيعي جدا يا صديقي، لان الثقه بالنفس مش حاجه بنتولد بيها، دي حاجه بتتبني. وعشان كده النهارده هشارك معاكم 5 خطوات عمليه هتساعدك تغير نظرتك لنفسك بشكل كامل. الخطوه الاولى، اعرف نقاط قوتك وضعفك. اول طريق للثقه انك تفهم نفسك. اقعد مع نفسك، اكتب في ورقه ايه الحاجات اللي بتعملها فعلا وايه الحاجات اللي محتاج تشتغل عليها. ولما تكون عارف قدراتك بوضوح هتعرف انك انسان مش ضعيف زي ما كنت فاكر، وفي نفس الوقت هتعرف ايه اللي لازم تطوره. الثقه مش انك تكون كامل، الثقه انك تكون واعي لنفسك ومتصالح معاها. الخطوه الثانيه، التزم بوعودك لنفسك. اكبر حاجه بتكسر الثقه بالنفس انك توعد نفسك بحاجه وما تنفذهاش. وعدت نفسك مثلا تبدا جيم وما رحتش، وعدت نفسك تذاكر ساعه وما قعدتش تذاكر. الحاجات دي صغيره ولكن بتاثر على احساسك الداخلي بنفسك. ابدا من دلوقتي، حتى ولو وعد صغير زي مثلا هصحى بدري نص ساعه. لما تنفذ الوعد هتحس بقيمه نفسك، ومع الوقت ثقتك هتكبر ستيب باي ستيب. الخطوه الثالثه، توقف عن مقارنه نفسك بالاخرين. المقارنه من اكتر الحاجات اللي بتسرق منك ثقتك. بتدخل السوشيال ميديا تشوف مثلا حد ناجح في شغله او مسافر او بيعرض حياته المثاليه وتقول هو عايش حياه وانا ولا حاجه، لكن الحقيقه انك بتقارن نفسك بصوره مش حقيقيه اساسا. انت مش شايف كواليس حياته، مش شايف تعبهم ولا مشاكلهم. خلي مقياس حياتك انت كنت فين وانت فين دلوقتي. لو اتطورت حتى 1% كل يوم، بعد سنة هتكون شخص مختلف تماما. ركز على رحلتك، لان كل واحد ليه توقيته وظروفه. مفيش وقت غلط للنجاح، ولكن في وقت غلط انك توقف نفسك بالمقارنات. الخطوة الرابعة، اعتني بمظهرك وصحتك. الثقة مش بس من جوه، كمان من بره. لما تهتم بمظهرك بتدي رسالة لعقلك وللناس انك شخص محترم نفسك. اهتم بجسمك حتى ولو مش بتتمرن. حاول تتحرك يوميا او تعمل تمارين بسيطة. اكلك يكون صحي، كل ما تحافظ على اكل صحي اكتر طاقتك ونفسيتك هتتغير. حسن من لبسك، مش لازم تلبس اغلى حاجة، بس خلي لبسك دايما نظيف وانيق ومرتب. لغة جسدك، خلي ظهرك مستقيم، راسك مرفوعة، وابتسامة بسيطة على وشك. وزي ما قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الابتسامة في وجه أخيك صدقة. الحاجات دي يا صديقي بتأثر أكتر مما تتخيل، لأنها بتخلي الناس تعاملك على إنك واثق من نفسك، ومع الوقت أنت فعلا هتحس بالثقة دي. الخطوة الخامسة والأخيرة، اخرج من منطقة الراحة. دي أهم نقطة فعلا. الثقة الحقيقية بتيجي من التجارب والمواجهات. لو فضلت قاعد في مكانك وخايف من التجربة عمرك ما هتكسب الثقة. مثلا لو أنت خايف تتكلم قدام الناس، ابدأ اتكلم قدام أصحابك أو حتى قدام المراية. قدام المراية. لو خايف تفتح مشروع، ابدأ مثلا مشروع صغير اونلاين. كل مرة بتواجه خوف بتكسر جزء من الحاجز جواك، ومع كل تجربة جديدة هتلاقي ثقتك بتزيد اكتر واكتر. الثقة بالنفس مش سحر ومش هتيجي في يوم وليلة، هي عادة بتتبني خطوة ورا خطوة، ستيب باي ستيب. الزتونة، اول حاجة اعرف نفسك، تاني حاجة التزم بوعودك، تالت حاجة بطل مقارنة، رابع حاجة اهتم بنفسك، خامس حاجة واجه مخاوفك. لما تبدأ تطبق الخطوات دي حتى ولو ببطء هتتفاجئ ازاي صورتك عن نفسك هتتغير، وازاي الناس كمان هتبدأ تحترمك اكتر. افتكر دايما، الثقة مش انك تكون افضل من غيرك، الثقة انك تكون افضل نسخة من نفسك. واخيرا يا صديقي، ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول. وما تنساش تصلي على الحبيب، وما تنساش تدعي لاخواتنا في غزة. سلام.